والله كلامي هذا للمتحزبين، للي حاقدين على الجنوبيين، اللي جالسين من امس يتقلقلوا كده، تحسهم يتقلقلوا من المظاهرات والمليونيات هذه. مليونية خرجت تطالب بحقه، شعب خرج يطالب بحقه، يخاطب العالم يشتي حقه المسلوب. ايش المشكله انت تتقفز من امس جالس سخريه وسبوب وشتم وهباله وشماته؟ ايش المشكله اللي تحس بها يعني بالضبط؟ عفاش خرج حشود ما تكلمتونوش ولا عبرتونا بكلمه. الامر طبيعي. عيب ترسل لكم مقاتلين والامر طبيعي. صنعاء ترسل لكم السلاح وتقتلكم والدمار والقتل والامر طبيعي. الجنوبيين خرجوا مظاهره قامت الدنيا. ايش الجنوبيين خرجوا؟ والانفصاليين انقلعوا وطيروا وانفصلوا وموتوا واحرقوا. ليش هذا كله الحقد؟ ليش؟ يعني داخل راسك انت عفاشي صغير ما يخرجش الا لما الجنوبي يخرج يطالب بحقه. بصراحه ما تقولش ان الجنوبي هذا فرح لما تعز فكت الحصار. لما تعز فكت الحصار خرجت الالعاب ناريه عدن، فجرت العاب ناريه من اجل تعز. ليش؟ لانه هذا شيء طبيعي ان نفرح. انسان مسلم انتصر، انسان مسلم حقق خطوه ايجابيه، نفرح، شيء طبيعي نفرح له. الدم المسلم ما هوش رخيص عشان كان يشمات ولا نسكت. نصرة المسلمين هذه واجبه في اي مكان في الارض. مظلوم لازم ننصر حتى لو كافر، لكن انت تنصر مظلوم في كل مكان. الا عند الجنوبيين ينكمش هذا النصر، تبدا الحريه حقك تنكمش، يبدا يخرج الشيطان اللي داخل راسك داخل قلبك، يخرج عفاش كده صغير يعارض الجنوبيين، يسبهم يشتمهم يسخر منهم، مع ان الجنوبيين خرجوا طالبوا بحقهم. ناس داخل ارضهم حرروا ارضهم، خرجوا الان يخاطبوا العالم بشكل راقي سلمي. اذكر انا ايام صنعاء مظاهرات حق توكل كرمان والزنداني كنتوا تقولوا انظروا الى الصدور العاريه، الى النضال السلمي بدون عنف بدون اي حاجه. الى الان متفقين. والشرف والتحيه للجنود البواسل اصحاب الكدم اللي طلع جيش خاين. لكن الجنوبيين لما خرجوا بشكل سلمي وحضاري قلتوا لا، انفصاليين مدمرين ايرانيين مدري ايش. خافوا الله، خافوا من الله قليل اهدؤوا. والله مش حلوه هذه كلها زي الابانك يعني تطلع وقت الجنوبيين ما يعني وقت ما الجنوبي يخرج تخرج الابانه حقكم ويلا سبوب علينا الجنوبيين وسخريه وشماته. ليش طالبوا بحقهم؟ كانه جيش حتى بيت، يعني جيش حت من مالك، دخل بيتك انتهك ارضك اغتصب ممتلكاتك رفع علمه داخل بيتك. لا، لا جيناكم من قريب ولا من بعيد. شوفوا يا اللي جالسه ترسل مقاتلين، شوفوا صنعاء اللي ترسل لكم القتل والدمار. اما عدن اتحررت وانتصرت الحمد لله، خليت تعبر عن رايه والشعب يطالب بحقه وانتم هداوا قليل. اما التحزب هذا حقكم المقيت مالوش داعي، والله مالوش داعي. وقفتوا مع اخوان مصر انهم مرسين ظلم. حلو انك تنصر المظلوم في اي مكان. طيب اخوانك هنا في عدن برضو مظلومين من التسعينات مظلومين، استكثرت عليهم مليونيه وعفاش حشد الدنيا وما فيها داخل صنعاء ما قتلوش حاجه. خافوا الله، لا هو اعترض معكم ولا شيء. فاحترموا نفوسكم قليل، خلوا نفوسكم كده قليل قيمه. اما شكلكم والله شمات شكلكم وانت قاعد تقلقل والجنوبيين فرحانين والصغير والكبير يحتفل. يا اخي اذا كنت تؤمن بالحريه انصر اي شعب يطالب بحريته. اما اذا حريتك هذه محصوره على شيخ ومحصوره على حزب فانت والله هنا عبد وبتموت بحرقه نارك. والشعب بينتصر وبيرجع الحق غصبا ورغم انف اي حاقد وحاسد. وان شاء الله باذن الله منصورين في كل مظلوم بينتصر سواء كان عندنا او خارج ارضنا. لذلك نحن نؤمن بالحريه في كل مكان. شعب عاشق الحريه، خرج قاتل ضحى، الصغير والكبير خرج يضحي بنفسه. فلذلك احترموا حريه الناس عشان الناس تحترم حريتكم، عشان الناس تعطيكم حقكم وتنتصروا. اما انك تدعي المظلوميه وانت غارق في ظلم الان حاليا انحصار وقتل وتعترض المظلوم في مكان اخر، صدقنا الله عز وجل بيزيدك ابتلاء، بيزيدك عذاب نفسي وفكري وكل شيء بتذوقه. والشعب بينتصر بيضحك كما انتصرنا سابقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.